كده خلاص يا حبايبي، طبق الجميل اللي في منتهى الجمال، الكبده الاسكندراني. بصوا يا جماعه، الفلفل مش باين، والفلفل بيدي قيمه غذائيه برده، بيدي الشكل طبق حلو قوي. وسهله جدا. وعملتها بقى معنا مع عيش شامي، ما عنديش عيش فينو. كل واحد بقى يعملها زي ما هو عايز، في منتهى الجمال واحلى من العربيات واحلى من المحلات. بيتنا لازم نخليه احلى مطعم زي ما احنا متفقين يا حبايبي. على فكره يا جماعه، الكبده ما بتتغسلش، عشان انا نسيت اقول في اول الفيديو. ولايك وشير يا حبايبي عشان تشوفوا كل حاجه جديده عندي، واشوفكم على خير. باي باي. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام. النهارده يا جماعه هعمل نص كبده الاسكندراني بكل تفاصيلها وكل تكاتها. بالسر بقى العربيات بتاعت الكبده ومحلات الكبده المشهورين جدا احنا هنا فيها في اسكندريه. معايا نص كيلو كبده، هخش على المقادير على طول يا حبايبي. نص كيلو كبده متقطع صغير كده. المقادير بتاعتنا بتاعت الكبده: الكمون، كزبره، دي شطه اوكي، ونص معلقه ملح. ومعايا برضو قرنين فلفل كده سبايسي، وقرن فلفل اخضر ده مع ده، ومعايا ليمون، ومعايا توم، ومعايا شويه فلفل برضو. ده فلفل رومي يا جماعه، انا مقطعاه كده صغير، برضو بيدي تيست حلو جدا في الكبده برضو. ومعايا برضو معلقه ليا كده حلوه، مقطعاها حته كده، واخداها مقطعاها حتت صغيره. ده السر والطعم بقى بتاع المحلات الجميله، العربيات اللي احنا مش بنشم ريحتها كويسه جدا. ريحه التوم مع الكزبره بقى، مع الحاجه، مع التكات دي، مع الليا، هتبقى في منتهى الجمال. يلا بقى هنطحن التوم وهنتبلها، وثانيه واحده حبايبي. انا ضربت التوم بقى في الكبه، بس فصلت برضو عشان الصوت يا حبايبي. هناخد جزء بقى ايه، هنحط جزء في الكبده دلوقتي، هنتبلها، والجزء التاني خليكم معايا برضو ايه في الخطوات اهو. احنا هناخد نصها، هنتبل الكبده الجميله دي بتاعتنا. هنحط لها كده التوم بالريحه بقى، انا عايزه اقول لكم الكمون مع الكزبره بقى مع الشطه في منتهى الجمال اهو. هتبلها كويس قوي. خليت حبه برضو دولت عشان ايه، هننزلهم مع النار بقى. احنا زي هنعمل زي الراجل ما بيعمل بالظبط، زي بتوع الكبده لما بيعملوا. الكبده بتبقى جميله ونضيفه طبعا، وانتوا عارفين بقى كل الشباب برضو بتروح تقف عليها وتاكلوها في الشارع، بس احنا برضو متفقين ان احنا كل حاجه بنعملها في بيتنا في منتهى الجمال. وثانيه واحده، ويلا بينا على البوتاجاز. ثانيه واحده، زيت، شويه زيت حلوين كده، لان احنا دلوقتي الكبده بتحب الزيت يا جماعه، ماشي. ونزلنا بالمعلقتين الليا، وهنسيبها الليا دي بقى تنزل، يعني تنزل السمنه بتاعتها وتستوي الاول كده، بحيث بقى اللي احنا ايه عايزينها تستوي، تنزل كل الزيت بتاعتها اللي في الليا، وتبقى في منتهى الجمال، والزيت يدخل معانا. الكبده ما بتاخدش ثواني يا جماعه برضو على النار، بتستوي بسرعه. فاحنا مش عايزينها برضو يعني ايه، هوريكم التكات اللي انا بعملها ورا بعض، بحيث ان احنا الكبده انا برضو زي الجمبري على فكره، اللي كل ما تقعد على النار بتجلد وتنشف. يكون الكبده احنا مش عايزينها تنشف مننا، ماشي يا حبايبي، اللي هي بس تحمر شويه كده. وهنزل بقى ايه، هقول لكم بقى بالفلفل كده بقى، برضو عايزين الفلفل يستوي معاها ويبقى في منتهى الجمال، ويدبل معانا الفلفل. ريحه اللي هي بتبقى جميله جدا يا جماعه. والفلفل بقى ده انا بحب اكتره كده، بحيث ان احنا العربيات طبعا هما بيعملوا كده، يعني المحلات وكده بيكتروا الفلفل، وبيبقى طعمه حلو على فكره. يعني هو بيبقى طعمه حلو برضو لما احنا بنحطه، بيبقى خضروات مفيده وبتاع، والالوان تجنن. وهنسيبه بقى لحد ما الفلفل دوت يدبل خالص يدبل، انا عايزاه يدبل، بحيث ان احنا برضو عايزين بقى الكبده نحطها في الاخر خالص، هي مش هتاخد وقت معانا، ماشي يا حبايبي. ثانيه واحده، بصوا حبايبي الفلفل بدأ بقى يدبل اهو، انا عايزاه يدبل خالص، بحيث ان احنا بقى ايه نحط الكبده بقى حبه كده. هنقسم اللي هو في الصينيه، وبعد كده نحط حبه كبده هنا كده، عشان نديها صدمه برضو، ما تنزلش الميه ولا تنزل حاجه. نسيبها شويه كده على جنب. انا هديها كده اهو، بصوا جميله جدا. والريحه بقى عايزه اقول لكم، ما اقولكيش الريحه حلوه جدا يا جماعه. الفلفل على جنب اهو، بصوا الفلفل
في منتهى الجمال. ودي بقى انا عايزه ايه، الصدمه برضو المسامات تتقفل، والتتبيله بقى في منتهى الجمال، مش بتاخد مننا وقت خالص، هي سريعه جدا. كبده الاسكندراني في منتهى الجمال وتحفه، وريحتها تجنن. عايزين بس تشمع بس كده. وده بصي الفلفل هنا شغال اهو بيدبل برضو، بصي الالوان جميله ازاي. الفلفل برضو يا جماعه بيزود الكبده، وكمان بيزود القيمه الغذائيه بتاعتها، وبتبقى ريحتها حلوه قوي معليه جميله. اللي ما عندوش بقى حته ليا كده يحط عليها حته سمنه بلدي مع شويه الزيت. انتوا عارفين ان الكبده برضو بتحب الزيت ايه كتير شويه. ماشي حبايبي. بصوا انا سايباها بس ان انا عايزاها الظهر ياخد صدمه، وبحيث ان احنا نقلب بقى كده. عايزه المسامات كلها تتقفل عشان ما تنزليش ميتها. وجبه سريعه كده ونضيفه، وعارفين الكبده احنا عاملينها ازاي، ما بتاخدش وقت، وحاجات سريعه نعملها زي ما احنا متفقين اللي احنا نعمل كل حاجه في بيتنا جميله. نعملها بحب لاولادنا ولجوازنا وكل حبايب افراد الاسره. حبايبي ما تاخدش ثواني، انا عايزه كل تنشف شويه. واخر تكه بس انا هخليني بس معاكم بس شويه كده، بحيث ان احنا ايه نخلي الكبده بقى اخر تكه بقى يا جماعه، هي بتاعت سر المحلات وسر العربيات بتاعت الكبده، ان هم بيحطوا الطشه اللي كمان البتاع ده الخلطه بتاعتهم في الاخر كمان. يعني هم بيحطوا شويه كده بيتبلوا الكبده، وبعد كده تنزل بيها بقى ايه الشويه اللي فاضلين عندنا هننزلهم. بصوا منتهى الجمال بقى، الريحه ما اقولكوش يعني في منتهى الجمال. هنحط بقى ايه، بصوا هو ده سر العربيات وسر المحلات بتاعت الكبده. ونقلبهم بقى كلهم مع بعض كده سريعا سريعا، كل المسامات بتتقفل. وهي بصي ما خلاص احنا مش عايزين نخليها تجلد يا جماعه، هي مفيش 5 دقايق 10 دقايق بالظبط وهقفل عليها خلاص. هي كده استوت مع احلى كبده الاسكندراني جميله تحفه. اتعمل بقى سندوتشات، اتعمل تاكل مع رز، تاكل مع مكرونه، كل واحد حر يا جماعه. بس هي دي طريقتي على الكبده وفي منتهى الجمال يا حبايبي. واخليها بس تنشف شويه كده وهنقدمها ثانيه واحده.